انا كنت عايز اقول لك ان ابوك مات امبارح. هتيجي ولا برضو لا؟ الو؟ الو؟ انت سامعني؟ الو؟ في يوم من الأيام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان قاعد في مجلس، والمجلس ده كان فيه طفل. فسيدنا محمد يقوم بايس الطفل ده. فواحد من اللي قاعدين في المجلس يبص لسيدنا محمد ويستغرب جدا، ويقول له: ده أنا عندي 10 أولاد، عمري في حياتي ما بوست واحد فيهم. تفتكر رد عليه قال له إيه؟ لا لا لا، ما قالوش أنت صح، ولا كده هطلعه راجل، ولا بوس إيه وكلام فارغ إيه يا جدع. رد عليه رد ممكن ما تتخيلش ان من قوه الرد ده انه اتقال في موقف بسيط زي ده. قال له: من لا يرحم لا يرحم. انك تكون اب اسما فده شيء سهل جدا، اي حد يقدر يعمله، واكيد انت عارف ازاي. لكن انك تكون اب بشكل فعلي وحقيقي في حياه ابنك، ده اللي صعب وصعب قوي. ولو مش فاهم او مش عارف يعني ايه اب حقيقي، فاحب اعرفك. اب حقيقي يعني ابنك اول ما يتحط في مشكله مهما كانت كبيره، اول ما تيجي صورته في دماغك يحس انه مطمن وانه في امان لان في حد في ظهره. إنك تكون أب حقيقي إنه ابنك داخل من باب البيت اللي بيعيش فيه معاك، إنه يكون حاسس إن المكان ده هو أكتر مكان بيطمن وبيرتاح فيه، مش بيبقى حاسس إنه داخل سجن وجبل من الهموم على قلبه بمجرد ما يفتح باب الشقة. إنك تكون أب حقيقي إن ابنك بعد كل إنجاز أو هدف بيحققه بيبقى عاوز أول صوت يسمعه هو صوتك أنت، مش إنه يكون مش فارق معاه يسمع صوتك أصلا، ومش عاوز يسمعه لأنه مليان تهديد وإحباط وكلام هيكسر فيه. إنك تكون أب حقيقي إن ابنك أول ما يسمع اسمك يفرد ظهره مش يحميه. وأخيرا إنك تكون أب حقيقي بعد عمر طويل لما تفارق الحياة، تفكر ابنك وهو قاعد مع ولادك اللي هم هيبقوا أحفادك، هيحكي لهم عنك إيه؟ هل هيلاقي قصص بجد تدل على قد إيه إن أنت كنت بتحبه وكنت مريحه في حياته، ولا هيقعد يألف ويخترع قصص عشان يداري بيها على قسوتك؟ واحب اقول لحضرتك انك لو ما عندكش المقومات اللي انا لسه قايلها دي، فانت بكل فخر اب فاشل. طول عمرنا بنسمع عن مصطلح الابن العاق، الابن العاق. طب هو بقى في حاجة اصلا اسمها الاب العاق؟ اه في. في أب عاق. الأب الذي لم يحسن تربية ولده أب عاق. الأب اللي ما اختارش أم صح أب عاق. الأب اللي ما علمش ابنه القرآن أب عاق. الأب اللي ما صرفش على ابنه أب عاق. الأب اللي ما علمش ابنه أب عاق. الأب اللي ما علمش ابنه القيم والأخلاق والمبادئ أب عاق. طول عمري عندي اعتقاد ان اهالينا حاولوا بكل الطرق يلغوشوا ويخبوا المصطلح ده عننا علشان محدش مننا يعرف ايه حقوق، ودوروا دايما على حقوقهم هم بس. طب هل انا دلوقتي يعني انا ابن وابويا بيضربني، ولما باجي اقول له انت بتضربني ليه بيقول لي عشان ابوك، م? فحقي ان انا اضربك وحقي ان انا اشتمك ومفيش حساب على ده. طيب مين اداله الحق ده؟ هو بيقول ربنا. طب ربنا اداله الحق في بدليل ولا عطاله الحق كده؟ هو بيقول ان ربنا وصى عليا وما وصاش عليك. ايوه. لا، ربنا وصى يوصيكم الله في اولادكم. مم. ربنا وصى الاباء على ابنائهم، مم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فربنا سبحانه وتعالى وصى الاباء على الابناء اكثر ما وصى الابناء على الاباء. لاني متاكد ان جدك وهو بيضرب ابوك كان مدور بس على حقوقه، ما دورش ابدا على واجباته. ومن بعده ابوك جه عملها فيك وضربك برضه وقال لك عشان تطلع راجل كده زيي،
ما جدك ضربني وانا طلعت راجل، وهو يا عيني ما يعرفش انه مريض نفسي وان اللي حصل له ده رب جواه عقده. انا اب اتعرضت للضرب وانا صغير، ابويا كان بيمسكني يديني علقه، فاروح مثلا اقول لابني ده انا جدك ده كان بيديني كل علقه وعلقه بس طلعني راجل. هل فعلا ضرب الاهالي بتاع زمان ده كان بجد بيطلع رجاله، ودي التربيه الصح اللي اهالينا اتربوا عليها؟ يعني صح كده الناس دي صح، ولا احنا اللي فاهمين غلط ولا ايه؟ طيب، هي دايما المشكلة في مفهومنا عن الرجولة، وحتى الأنوثة على فكرة. دايما عندنا مشكلة، هي الرجولة دي إيه؟ دايما الرجولة بالنسبة لنا الصوت العالي، إن أنا أكون متحكم جدا، إن أنا أكون ما بعيطش، ما بحسش، ما فيش أي رياكشن عندي، وده بعيد كل البعد عن الرجولة. تعال ناخد مثال صغير. هي الرجولة في وجهة نظرك إن أنا أخاف أعبر عن اللي جوايا، مم. ولا إن أنا أعبر بكل حرية عن اللي جوايا؟ مم. اكيد ان انا اعبر بكل حريه عن اللي جوايا. الحياء صفه من صفات الانثى مش من صفات الرجل. بس يتقال لك لا انت راجل ما ينفعش تعيط، ما ينفعش تشتكي. انت انا وانا في سنك كنت بنيت عمرتين وعملت حاجات. مين القدوه بتاعتنا في البني ادم السوي والرجوله وكل حاجه؟ امم خلينا نتكلم على كمسلمين. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. اه هل هو ما بكاش قبل كده؟ ياما. اذا هو مفهوم خاطئ. امم تمام. مم. احنا بس بنطلع كلاكيع وعقد جوانا، مم. مش بنطلع رجوله نهائي. الكلام ده لا يمثل الرجوله بصله. لا يعني يمثل الرجوله. دلوقتي الاب اللي اتعرض لضرب وهو صغير هو ممكن يبقى عنده عقده نفسيه او مريض نفسي بمعنى صح وهو مش عارف. خلينا نبعد عن مصطلح مريض نفسي لان ده بيحتاج تشخيص. مم. بس اكيد في مشكله نفسيه، مم. اكيد احنا عندنا مشكله. يعني خلينا نتكلم بقى كده ايوه بصراحه. بصراحه. دلوقتي انا اب اه جاي اضرب ابني، فبضربه على جميل. وشه وبضربه وبقول له الالفاظ اللي بالك فيها، ايوه، ده حقي؟ ليه تضربه؟ ليه متضايق من الشغل مثلا؟ لا عمل حاجه غلط، طيب، فانا بالنسبه لي بقومه بالضرب عشان انا ومين قال لك اتربيت. انا ومين قال اتربيت لك كده. ان الضرب تقويم؟ ما هو انا اتربيت كده وشايف ان ده مين الصح، قال لك ان طلعت الضرب راجل. تقويم؟ ده ابويا جدي ابوك ايه يا اللي هو عم؟ جده. ابوك ايه بس؟ مين اللي قال ان الضرب تقويم؟ ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم ابناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. معاك 3 سنين تأديب. م. يعني اخر مرحله بعد ما خلاص استنفذت كل طاقاتك، استنفذت كل اساليب التربيه، خلاص الضرب. ولكن هل هو ضرب مطلق؟ م. اضربه بالرصاص مثلا؟ ما لا هو ألف. بضربه بالاقلام وبضربه. لو كان الضرب مطلق م. لكان الضرب بالرصاص يشمل. م. لكن هو ايه الضرب؟ م. ضرب تربيه، م. اللي هو الضرب اللي ما يسببش اذى. ضرب فيه رحمه. م. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ايه؟ بسواك او نحوه. م. تضرب بسواك، م. مش تضرب بمرزبه. م. اللي هو الضرب اللي ايه؟ يعني من باب قول الشاعر إيه؟ قسى ليزدجر، ومن يك راحما فليقسو احيانا على من يرحم. يعني الضرب فيه رحمه، ضرب يعني ايه؟ مش ضرب انتقامي. دي الضروره تقدر بقدرها. امتى اضرب؟ اذا كان الضرب مش هيسبب مشكله عند الولد، وممكن يسبب له مشكله نفسيه، يلغي شخصيته، ممكن يسبب له عدوانيه، فانت بتعمل مشكله، ممكن يسبب له الم نفسي، ممكن يسبب اصلا الم جسدي. فده مش ضرب، ده موت. م. انت بتتكلم عليه. م. احنا بنتكلم على الضرب اللي هو ضرب غير مبرح كما يعني بينه العلماء، م. انما غير كده ده مش ضرب. لو انت فاكر ان كل اذى جسدي ونفسي بتعرضه لابنك ده ملوش نتائج كارثيه عليه وعليك، تبقى انت غلطان. انت ضعيف، انت جبان، انت فاشل، وغيره 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 من الكلام السلبي. عقلي بيحتفظ بالكلام ده، خصوصا لما يجي من مصادر الرعايه الاوليه هم الاب والام، ان هو حقيقه مطلقه. م. مهما انا نجحت في حياتي بعد كده، مهما انا كان شكلي كويس، مهما انا كنت هفضل عقلي مسجل الكلام ده الى حد لما نتعافى ده لو تعافينا طبعا. م. فالكلام بيأثر مش بس ان انا بيخليني جبان، لا ده بيأثر على قراراتي بعد كده، م. بيأثر على نجاحي في الحياة بعد كده، م. على نظرتي لنفسي بعد كده، على علاقاتي، بيأثر في كل حاجة في حياتي. ليه؟ لأن العقل اتسجل عنده معتقد ان انا فيا كل الكلام ده. م. الأب والأم دايما كلامهم بالنسبة لأي طفل هو كلام مصدق، م. وعقلي بيحتفظ بيه
لحد لما اكبر، حتى لو كل الناس قالوا لي عكس الكلام ده، مم. حتى لو انا عملت كل حاجه عكس ده، بيفضل في اللاوعي بتاعي مترسخ كلام الاهل. مم. ده بالنسبه لاول نقطه. مم. طيب تاني نقطه، كنا بنتكلم على الصوت العالي. اكيد ده بيؤدي ان شخص يطلع جبان. مم. اكيد ده بيكتم صوت الطفل. مم. فلما يكبر قدرته على التعبير بتقل، مم. قدرته ان هو يتشاف بتقل. مم. ليه؟ لان هو دايما مكتوب، هو مم. دايما متعرض لصوت عالي والضرب والاهانه، فهو اتعود ان هو ملهوش شخصيه، مم. ملهوش كيان ليه هو. فاكيد بيأثر، وساعات بيخلق العكس كمان. ساعات بيودينا للناحيه التانيه خالص، اللي هي ايه؟ لا ده انا هعمل كده لان هو ده المفهوم الرجوله. مم. هعمل كده مع اولادي، وحتى مع مراتي، وحتى مع اهلي، مع الناس اللي حواليا كلهم. مم. ليه؟ لان ابويا كان بيعمل كده، مم. واكيد ابويا كمان. فاكيد احنا بنروح لناحيه وحشه سواء هنا او دورك كأب مش إن أنت تأكل وتشرب وبس وتقول كده أنا عملت دوري وعملت كل اللي عليا السلام عليكم. لا، لأنك ببساطة مش مخلف جواميس، أنت مخلف بشر زيك زيهم بالظبط، محتاجين دعم وحب ورعاية. ما هو جابه في الدنيا بس سابه، يعني سابه يعني ايه بمعنى ما سبب؟ كانش معاه في اللحظات الصعبة، ربنا لما اللي كان محتاجه ما كانش جنبه. ربنا اللي هيحاسبه مش انت. يعني تمام، بس في ربنا بقى اللي حساب لده، يعني ده غلط مش طبعا غلط. ده غلط. غلط. احنا ما سيدنا بنتكلمش ان الابن اللي حاسب، لكن قصدي اقول لك ان ده في حساب. في حساب عنده، لا اله الا الله، ده ربنا سبحانه وتعالى يحاسب حساب شديد. امم اسمع، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ من استرعاه الله رعيه امم فيموت يوم يموت وهو غش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه. امم ما غش الرعيه ايه؟ مش انا اغشك اكذب عليك. غش الرعيه ان انا يعني ما اديبكش كويس، اديك مفاهيم خطا، ما علمكش حتى حاجه من القران، ما ودكش مدرس تتعلم، سايبك في الدنيا كده، ده غش. امم ده غش ان لم يكن له سبب يعني مقنع ان انا ما علمتكش في مدارس محترمه او كده. ما فيش سبب مقنع، ده اسمه غش. لو انا ما علمتكش الاخلاق والمبادئ والقيم يبقى ده اسمه غش. الابوه تكليف عظيم من عند ربنا، مش رخصة أذى ومعايرة لابنك بكل حاجة بتعملها له. ولو أنت مش قد المسؤولية بتخلف ليه وحش؟ ولا أنت خلفته علشان تسيبه في الدنيا تلطش فيه وتجيبه يمين وشمال، وأنت تقعد على الكنبة بالفانيلا الحملات وتقول له ده أنتوا جيل بايظ؟ ليه حضرتك ما تعترفش إن أنت اللي فاشل، وإن أنت من ضمن جيل اتجوز عشان يتجوز وخلاص؟ الأبهات بتوع الجيل ده تمام تمام في شوطة فيهم حاصلة غريبة يعني عايزين نتكلم فيها. جميل. جم في حته معينه وهجوا، قال لك انا اتجوزت صغير ولبستك صغير، وتلاقيه بقى ايه يا في الموضوع طلع موضوع عرفي كده على جنب، او طلع انا هسيب البيت وامشي واطفش، ودي سمعناها كتير قوي من بقى الابهات مش من الابهات، جميل. من الابهات بالتحديد، جميل. الابهات. مم. وخلاص انا هفلت. مم. ويجي في جزء معين كتير مم. قوي منتشر دلوقتي، تسمع موضوع ان ابويا رميني خالص، رمي توبتي. ليه الجيل ده انتشر فيه الموضوع ده؟ جيل الابهات الحالي ده ليه انتشر فيه الموضوع ده؟ طيب اكيد ليه افلام كتير، تمام، منها ان انا كأب لو في مشكله مع الام باخد الاولاد دي كأن هي بنتقم فيهم كأن هم الشماعه اللي هينجدوني من اذى الام ده. هي انا هطلع فيه اللي عملته فيا، انا هطلعه فيه. هي المثال دلوقتي، هي الحاجه اللي انا هعاقبها بيه. ده اكيد طبعا عليه جزء. تاني حاجه، لما الاب بيتعرض وهو صغير الاهمال من مصادر الرعايه برضه بيبقى مفتقد مشاعر الابوه. عارف المثل بتاع فاقد الشيء لا يعطيه؟ فاقد الشيء هنا مش معناه اللي ما خدهوش بس، فاقد الشيء اللي هو مش موجود ليه لنفسه. لما انا كطفل وانا صغير ابقى فاقد اي مشاعر حب تجاه نفسي بناء على الاب وتجاهل الاب وهكذا، مش هيبقى عندي حاجه اديها لابني، مش هعرف ادي لابني ده. ليه؟ لان انا ما خدتوش بشكل صح. كمان في نقطه مهمه، هو الاولاد نفسها في غياب الاب بيحصل لها ايه؟ الاب هو مصدر الامان الاول، هو المصدر ان انا ليا ظهر، ليا سند. فتلاقي الطفل بعد غياب الاب مفتقد لكل مشاعر القلب، دايما بيحصل لهم اضطرابات نفسيه زي القلق والخوف والتوتر. ليه؟ لان انا مفيش امان، فعلى طول قلقان، على طول خايف. هو ميكانيزم القلق ربنا حطه فينا عشان نستعد للمخاطر. فتلاقيه عالي جدا عند الشخص اللي غايب عنده الاب. ليه؟ لانه مفتقد الامان، ان هو دايما حاسس بالخطر حتى لو الجو حواليه امان على فكره.
لكن انت معايا في ان الجيل بتاع الابهات الحالي اكتر جيل جت فيه الفيروس ده. احنا الوقت الحالي يمكن اكتر وقت بنسمع فيه عنه طب ده ليه تفسير؟ وجود السوشيال ميديا. وجود السوشيال ميديا هل هم مثلا عشان كانوا يعني القفزه اللي حصلت ما بين الجيلين، يعني هم كانوا عادي 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 مره واحده فيسبوك يوتيوب تيك توك مش عارف ايه؟ لا، هو لو هناخدها من الزاويه دي فهناخدها من ناحيه الابناء مش الابناء. الابناء اللي بقى عندهم وعي اكتر ان هم يطالبوا بحقوق، والاباء مش متعودين على ده. فابتدى ان انا اطلب حريتي، اطلب حقوقي، اطلب ان انا يبقى ليا كيان او شخصيه مستقله. جريمه. الاب بيشوف دي جريمه. انت ازاي تتجرأ وتقول لي ما تعليش صوتك عليا او ما تضربنيش؟ انت ازاي تخالفني في الراي؟ ازاي عايزك تدخل الكليه الفلانيه وانت معترض؟ هل فعلا اصلا حق الابن انه يقول لابوه ما تضربنيش؟ اكيد طبعا. على فكره بره بيطلبوا لهم البوليس كمان. طبعا احنا ما وصلناش للمرحله دي، بس من حقه طبعا يقول لا. يعني دي مش هتبقى قله ادب، ولا دي كده ان انت بقيت خلاص خرجت من المله؟ ايه فيهم اللي قله ادب؟ خليك عارف ان ابنك ممكن ينسى اي ظلم ممكن يتعرض له في حياته، الا الظلم اللي اتعرض له من اهله، خصوصا اهله دول لما يبقوا ابوه وامه. هتسال نفسك انت كنت فين لما ابنك العاق ضاع وتاه في الحياه؟ ابنك اللي انت مش طايقه ولا طايق تبص في وشه عشان هو صايع وضايع. هو فعلا ابن عاق، بس لازم تعرف انه نتاج لأب عاق زي حضرتك. صديقي العزيز، أنا عارف إن أنت تعرضت لظلم من أبوك ممكن يكون مأثر فيك ومخليك مش عارف تكمل حياتك، بس وبعدين الدنيا مش هتقف على حد، ولازم تبقى عارف إن اللي أنت فيه ده حله إنك تسعى وتنجح. يا سيدي، ربنا بيوزع أرزاق على العباد في حاجات كتير جدا، يمكن ما يكونش رزقك في أهلك، بس أكيد في حاجات تانية كتير. هتسيب كل حاجة حواليك وتفضل باصص بس لنقطة الضعف اللي في حياتك. وخليك عارف ومتأكد إن مش أنت الوحيد اللي في الدنيا اللي تعرض للظلم ده، في غيرك كتير، وأكيد في حل. أنا دلوقتي أهلي شتموني وضربوني وطلعوا عيني بما فيه الكفاية وعملوا البدع. هل ده بقى كافي إن أنا أعيش حياتي طول العمر على الموضوع ده وضايع بسبب إن أهلي عملوا فيا كده؟ فأنا خلاص، أنا اخترت إن أنا أفضل طول عمري ضايع، وأي حد يسألني أهلي السبب. اكيد لا. احنا مش مسؤولين على الاذى اللي تعرضنا له، بس مسؤولين على التعافي منه. يعني ما ينفعش اخد شماعه من الاهل ان انا طالما اتاذيت من وانا صغير معنى كده ان انا خلاص دي نهايه الدنيا. اكيد لا. دي بتبقى تمسك بالالم. خلينا نغير لفظ شماعه شويه، هي تمسك بالالم. لان الالم اللي انا تعرضت له ده انا عايز دليل، عايز اقول للناس ان انا اتوجعت. فهجيبه منين؟ هجيبه في اللي شخصيتي بقت فيه دلوقتي. لما اطلع شخص مدمن او ايا كان، ده دليل ان انا اتاذيت. فدايما الشخص ده بلا وعي بيبقى شايف ان ده تمسك بالالم، لكن دي مش حقيقه. احنا مسؤولين عن التعافي من ده، حتى مع اعترافنا بان احنا اتاذينا وان هم مسؤولين على الاذى ده، بس برضه احنا مسؤولين عن التعافي منه. يعني الشخص اللي هيفضل ماسك طول عمره في حجة انه ضاع بسبب ان اهله كانوا ظلموه، هو ذات نفسه ممكن يكون بيأذي نفسه، بيجني على نفسه بالضياع والهلاك طول عمره. هو احنا اتفقنا من شويه ان التعرض للكلام السلبي ده طول الوقت وللاذى طول الوقت بيعمل ايه؟ مش المعتقدات دي بتفضل عندي ان انا فاشل وان انا طب حاسب ده ازاي؟ ان انا اخد اللي اتعمل معايا ده دليل على الفشل ده. مش انتوا قلتوا لي ان انت فاشل؟ مش انتوا قلتوا لي ان انا حلو قوي. انا ازاي بقى انا اخلي الحاجات دي تروح من دماغي، اخلي المعتقدات دي خلاص تروح؟ اكيد باللجوء لمختص. ما عنديش اي حلول تانية الا ان انا اروح لمختص يقدر يساعدني على ده. لان انا ده مش عيب، ده مش عيب خالص. يعني الناس لازم تفهم ده مش عيب. يعني عندنا حاجه اسمها الديفنس ميكانيزم او اليات دفاعيه. انا بحاول على قد ما اقدر ما اقولش مصطلحات تكون صعبه، بس لازم نكون فاهمين ان في حاجه اسمها اليات دفاعيه. عقلي دايما بيقاوم اي حاجه انا بعملها. فلو ما فيش حد يكشف لي ده، يعمل لي فوكس على ده، يقول لي انت بتعمل كده هنا، صعب جدا ان انا اشوف. عشان كده اللجوء لمختص هو اول خيار طبعا. ولازم الاهل يفهموا ان اصعب ظلم بيقع علينا هو ظلمهم لينا. ظلم الاهل ده صعب قوي يا جماعه، بجد بيخلي الواحد مش عارف يعمل ايه. هل يسكت ويبقى ضعيف وانهزامي، ولا يتكلم ويبقى ساعتها قليل الادب وممكن يقول حاجه يندم عليها عمره كله؟
لازم اي اب يفهم ان وجود ابنه في حياته دي حاجة كبيرة قوي وقيمتها كبيرة ونعمة من عند ربنا، مش هيحس بيها الا لما يكبر ويحتاج حيطة تسند ظهره. انت كل ما بتضعف ابنك بتخليه زي الحيطة المايلة، لما تكبر وتيجي تسند عليها هتقع، لكن لما بتقويه بتخليه سند ليك طول عمرك. ولو الفيديو ده عجبك يا ريت تعمل لنا سبسكرايب وتعمل لايك، وكمان ما تنساش تتفرج على الفيديوهات اللي قبل كده. سلام.